ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. جبت لكم النهاردة سر مخلل الخيار السريع بتاع محلات الترشي، وسر اللون الاصفر الكهرماني بتاعه، وطبعا سر القرمشة بتاعته، وازاي يفضل معاكي مقرمش لأطول وقت ممكن. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. مخلل الخيار وجماله، مخلل سريع، تقدري تعمليه بالليل وتاكليه الصبح، او تعمليه الصبح وتاكليه بالليل، وطبعا تحفظيه بعد كده بقى في التلاجة. وهقولك على سر القرمشة بتاعته، بس تابعي معايا الفيديو للآخر، في شوية تكات كده وتفاصيل ان شاء الله تستفادي منها. وان شاء الله لو عجبك الفيديو بتاعي يا ريت ما تنسيش تعملي لي متابعة للقناة وتحطي اللايك بتاعك. شايفين مخلل الخيار وجماله، وسمحته كده القرمشة بتاعته وانا بقسم الخيارة، بجد كده حاجة كده بسم الله ما شاء الله. مخلل الخيار بتاعنا حاجة كده زي الكتاب ما قال. تعالوا بقى نشوف عملنا الجمال والحلاوة دي ازاي. ومش عايزين ننسى فوائد الخيار الجميلة اللي بتساعد الجسم على التخلص من السموم، وبتساعد في تعطير رائحة الفم، وبتساعد في التقليل من الحموضة للمعدة. هنا معانا الخيار بتاعنا، ودول كده كيلو من الخيار، وكم قرن كده من الفلفل الأخضر، وشوية فلفل أحمر سبايسي على بارد، طبعا فريش كده وطازة، ومعلقة كركم صغيرة، ومعلقة كزبرة ناشفة صغيرة، واللهم صل عليك يا نبي، وكم فص كده من التوم. هنا بقى الخيار بتاعنا تقطعيه كده زي ما انت عايزة حسب الطريقة اللي تريحك. نشيل كده الأطراف بتاعته وتقطعيه كده بقى حلقات، تقطعيه كده بالورب زي ما انا مقطعاه. وكده كنت بوريك التقطيعة بتاعته او حجم القطعة بتاعته، ولا سميكة قوي ولا رقيقة قوي تنهاري معاكي وتمر منك بسرعة. وطبعا في شوية قرون فلفل هحطهم بحالهم، وشوية كده اقطعهم برضو حلقات كده بالورب. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ومش عايزين ننسى معلقة السكر، لان معلقة السكر هي اللي بتساعد على القرمشة بتاعة الخيار ومادة الحفظ بتاعتنا. ومش عايزين ننسى برضو فصوص التوم، لانه دي اساسي مع مخلل الخيار. فصوص التوم والفلفل الاخضر او الاحمر وشوية الكرفس او الكزبرة اللي هحطهم دول اساسي مع مخلل الخيار، لانه بيديله كده طعم روعة ونكهة كده جميلة. هنا بقى قطعنا كده كل الخضار بتاعنا، الخيار على الفلفل، والفلفل الصغير كده سيبته بحاله لان كده هو حجمه صغير وشكله هيبقى جميل كده في البرطمان. وطبعا معانا شرايح الليمون وشرايح التوم، هنا قطعت كده كام فص توم شرايح، والباقي كده هحطه صحيح زي ما انتوا شايفين. طبعا هنا جبنا كده البرطمان بتاعنا وهو مغسول ومتعقم ومتنشف كويس، وحطيت فيه بقى كده الخيار بتاعنا مع الفلفل. وتقدري بقى ترصيه بالطريقة اللي تعجبك، تحطي كده على بعض وتحطيه بالطول، تحطيه بالطريقة اللي انت ترتاحي لها، وشكل البرطمان اللي يريح نفسيتك. صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهنا حطيت كم واحدة خيار بحالهم علشان هوريكم السوا بتاعهم، هياخدوا نفس السوا بتاع الخيار المقطع. وطبعا شرايح ليمون في الأول البرطمان وفي النص، وبرضه هقفل البرطمان من فوق بكم شريحة برضه من الليمون، مع برضو فصوص التوم بتاعتنا. مش عايزين ننسى فصوص التوم، لان فصوص التوم دي اساسي مع مخلل الخيار بجد كده، وتتاكل كده جميلة، مخلل جميل. وفي بيعملوا التوم مخلل بيبقى برضو طعمه جميل وهو وصحي ومفيد للجسم. هنا بقى رصينا كده البرطمان بتاعنا وظبطناه، وحطينا كده شرايح الليمون قفلنا بيها. ومش عايزين ننسى شوية الكزبرة، حطيتهم كده في سرة زي الله يرحمها كانت بتحط فصوص التوم والكزبرة الناشفة في سرة، بس انا حطيت الكزبرة الناشفة بس في سرة، والتوم حطيته صحيح، وفي كام فصين كده شقتهم كده من النص. هنا المية بتاعتنا مغلية وضروري تكون مغلية. نزلنا بقى كده
معلقة صغيرة من الكركم والمعلقة ملح، وتظبطي الملح وتدوقي ايه كده المية بتاعتك، ومعلقة من الخل، ومعلقة من السكر. والسكر أساسي لأنه هو مادة الحفظ بتاعتنا، وبيدي كده للخيار بتاعنا القرمشة اللي هتفضل معاكي لآخر خيارة إن شاء الله. واعملي كده المخلل الخيار بطريقتي وإن شاء الله مش هتندمي وهتدعيلي. هنا بقى حطينا كده المحلول بتاعنا بعد ما قلبناه كده بالمكونات اللي حطيناها. ودايما كده المية بتاعتك تكون مغطية الخضار بتاعك، ولا تزودي ولا تقللي علشان ايه المخلل ما يمرش معاكي. إيه هنا بقى قفلنا كده حلق البرطمان بشوية كزبرة خضراء. لو عندك كرفس حطي، انا ما كانش عندي. طبعا الكزبرة مع التوم، الكزبرة الخضراء مع التوم مع الكزبرة الناشفة بيديكي احلى طعم لمخلل الخيار. ودول اساسي في مخلل الخيار، ما نقدروش نشيلوا حاجة منهم. طبعا التوم موجود عندنا في كل بيت، والكزبرة الخضراء، واللهم صل عليك يا نبي، وبرده الكزبرة الناشفة. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وقفلت كده البرطمان بكيس تلاجة، وحبكت كده الغطا عليه حلو. وده بعد ايه، تاني يوم يا بنات، شايفين كده جماله وحلاوته، واللون بتاعه بقى اصفر اهوت كده. بقى انا هدخله التلاجة علشان احافظ عليه وعلى القرمشة بتاعته لأطول وقت ممكن، والآخر خيارة معانا. ولو عجبكم الفيديو ياريت كده تصلوا على النبي وتحطوا لايك، وما تنسونيش بدعوة